طيب في نقطة يوم القيامة، بس دي المهمة اللي هي ايه، احنا قلنا فيها حركة السابق، نسيان الدار الآخرة. يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس والناس بتسبح في العرق والى اخره، وكل واحد ما يسألش عن الثاني ولا يسأل حميم حميم. قال في طائفة من العباد خارجة من المقابر على الجنة مرة واحدة. مين دول؟ الله يرضى عليك، سيدنا رضوان بواب بتاع الجنة. إلى أين؟ وكان من غير بواب يعني. إلى أين؟ أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، كيف تدخلون الجنان؟ قال يا رضوان نحن لا نقف لا لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. أو ما قرأت القرآن؟ رضوان قرأ القرآن. قال وفي أي شيء من القرآن أقرأ؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال وكيف كان صبركم؟ قال نحن كنا إذا أسيء إلينا حلمنا، الله، وإذا جهل علينا غفرنا، وإذا أذنبنا استغفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما ليه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صاحب بستان الأخلاق يقول تسابقني امرأة إلى الجنة بينما أقعقع حلقة الجنة إذا بامرأة سفعاء الخدين تريد أن تسبقني، يقول من أنت يا أمة الله؟ الله، من أنت؟ لا خديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا زينب ولا نسيبة ولا أسماء، من أنت؟ قال أنا امرأة تركها زوجها أو مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فآخذ بيدها معي إلى الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة. صبرت على عدم وجود رجل، صبرت على أنها بقت عرضة للناس، صبرت على أن فيه الليل، خافت من البنت لما بلغت، والمجتمع نايم عنها. المجتمع لما ينام عن الضعيف لا بورك في أمتي إذا لم يؤخذ لحق الضعيف غير متعتع يوصله لغاية بيته. عمر الله يرضى عليه لما من مات قال القعقاع بن عمرو فأشهش عمر في البكاء، فالرجل هو خاف على القعقاع. قال والله لم يقتل من القواد غيره. قال انا لا ابكي على القعقاع، هذا رجل مشهور، ده رئيس اركان ولواء وجنرال انا ابكي على اناس لا يعرفهم عمر وانما لا يعرفهم الا رب عمر يجازيهم يوم القيامه. انا ابكي على انا ما اعرفهمش هم فين ومن اي بلاد من اي قبيله وسايب مين وتارك مين. وسبحان الله الصبر مر عمرو ابن على النفس الإنسانية ضد الهوى، وبالذات عند الذي يستطيع ألا يصبر. نعم وهم كثر نعم. أنا ممكن أشهر بيك في الصحيفة، ممكن أشهر بيك في الإعلام، ممكن أكتب فيك عريضة، ممكن أقابل فيك النائب العام في دقيقتين وأقول لك مش عارف إيه، وأقابل فلان وأرشي فلان والعياذ بالله أدفع فلان وأشوه الصورة وأصغر وأعمل لك مؤامرات وإشاعات وسبحان الله وأفرح بالانتصار. عايز صبر من ايه؟ قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر.